تخيل انك بتحضر جنازة حد 6 مرات وبعد كده بتقابله في الشارع، وبعدها بفترة بتحضر جنازته تاني وتقابله في الشارع تاني. الراجل دوت مات 6 مرات وصحي تاني. ايوه والله زي ما بقولك كده، مات 6 مرات وصحي تاني. القصة دي مش خيالية، ده حقيقية 100%. حصلت مع واحد اسمه إسماعيل عزيزي في تنزانيا. تخيل انك بتفتح عينك جوه تابوت والغطا مقفول، صوت الناس اللي بتصلي عليك واضح جدا وانت حي. مش مرة واحدة، مش 2، الراجل ده اتقال عليه مات 6 مرات. الأطباء وقعوا عليه ان المشرحة استقبلته 6 مرات، وال6 مرات فتح عينه تاني. الناس في قريته بقت تجري لما بتشوفه، مش عشان بيحبوه، لا، عشان خايفين منه. اسمه إسماعيل عزيزي، وده اللي حصل معاه. إسماعيل شاب من قرية بسيطة في تنزانيا، بيشتغل شغلانة عادية يا دوبك بتقضي أكل يومه. يوم زي أي يوم بيحصل له حادثة في الشغل، إصابة قوية، بينقلوه المستشفى وكانت الحالة حرجة. الأطباء بصوا عليه وقالوا الجملة اللي غيرت حياته للأبد: الراجل ده مات. جسمه اتنقل على طول للمشرحة، والأهل بدأوا يجهزوا في الجنازة، والناس بقت تجهز نفسها للعزاء. وبعدين في وسط برد المشرحة إسماعيل فاق. قال بعدين في حواره إن حس ببرد رهيب، وإن الباب ما كانش مقفول كمان، فمشي برجليه لبره. تخيل اللي حصل، الناس اللي شافته بره جريت، كانوا متأكدين اللي قدامهم مش إسماعيل، ده روح، ده شبح، واحد مات وخارج قدامك بيمشي، فطبيعي إنك تخاف منه. ودي كانت أول مرة يموت فيها إسماعيل عزيزي. الحكاية ما خلصتش هنا. بعد فترة إسماعيل اتصاب بالملاريا، المرض اتأخر علاجه وحالته بقت أسوأ يوم عن يوم. لتاني مرة الأطباء بيقولوا نفس الجملة: مات. المرة ديت وصلوا لمرحلة أبعد، جهزوه وحطوه في التابوت وخلاص عملوا الجنازة بتاعته، وقدام أهله وهم بيودعوه فتح عينيه في التابوت. قادر تتخيل رد فعل الناس؟ مش خوف، ده رعب حقيقي. القرية كلها بدأت تتكلم عن الموضوع دوت، مش كخبر، كتحذير. تالت مرة مات فيها إسماعيل، المرة دي كانت أعنف عن أي مرة. المرة ديت إسماعيل كان في عربية، والعربية اللي كان فيها اتخبطت في شاحنة وقود، ودخل إسماعيل في غيبوبة، والأطباء قعدوا يعالجوا فيه أيام، وبعدين أعلنوا موته للمرة الثالثة وبرضه رجع. المرة ديت حتى الدكاترة بقوا خايفين يتعاملوا معاه، مش عارفين يفسروا اللي بيحصل. الناس بدأت تسأل سؤال مخيف: الراجل ده ايه بالظبط؟ هنا القصة بقت أغرب قصة سمعتها. إسماعيل اتعض من تعبان سام، والسم انتشر في جسمه كله، وأعلنوا وفاته للمرة الرابعة. المرة ديت كانت غير أي مرة. جسمه فضل في المشرحة 3 أيام كاملين، 3 أيام كاملين محطوط في المشرحة. أهله راحوا يستلموا الجثة عشان يدفنوها، ولقوه صاحي بيتنفس وبيبص لهم. بعد 3 أيام، 3 أيام، مش دقايق مش ساعات، 3 أيام في التلاجة، وفي الآخر طلع صاحي. المجتمع ما بقاش قادر يستوعب، والكلام عن السحر بدأ يزيد. الناس بقت تقول إنه مش إنسان عادي. بعدها إسماعيل وقع في حفرة مرحاض عميقة، والخامس مرة بيتقالوا إنه مات. المرة ديت القرية كلها اتهزت. 5 مرات الراجل ده يموت ويرجع. البصمة اللي كانت بدأت تبقى حكم نهائي: إسماعيل عزيزي ساحر، أقوى ساحر في المنطقة. زي ما هو نفسه قال بعدين في حواره إن الناس بطلت تتعامل معاه وبطلت تسلم عليه. حياته الاجتماعية اتقفلت خالص. وهنا الموت السادس ما كانش صدفة. الجيران من كتر الخوف قرروا يحرقوا بيته وهو جواه. مش صدفة، ده قرار. إسماعيل اتخنق من الدخان وجسمه اتحرق، وللمرة السادسة الأطباء قالوا مات، وللمرة السادسة فاق في المشرحة. جسمه فيه لسه أثار الحرق لغاية دلوقتي. الناس اللي كانت عايزة تتخلص منه للأبد فشلت، حتى النار ما قدرتش تاخده. لسه مكتوب له عمر في الدنيا. دلوقتي إسماعيل عايش لوحده، عنده 40 سنة، من غير زوجة ومن غير أولاد. مش علشان اختار كده، علشان ما فيش حد بيقرب منه. هو نفسه قال: الناس بتعتبرني أقوى ساحر في المنطقة. حياتي كملت، بس حسيت إن في حاجة غلط. كل مرة أموت وارجع جسمي بيحس بحاجة غريبة،
مفيش تفسير طب واحد اتنشر يقول لي ده بيتكرر. الأطباء المحليين على حسب اللي اتحكى قالوا إن هم وقفوا عاجزين قصاد الحالة دي. القصة ديت منتشرة بشكل كبير، بس لازم نكون واضحين. مفيش تحقيق طب مستقل أو تقرير رسمي بيأكدها بالتفصيل. اللي عندنا واللي احنا عارفينه هي رواية إسماعيل نفسه وشهادات أهل القرية. مصادر إعلامية نقلت نفس الحكاية عن بعض. ممكن يكون سوء تشخيص طب متكرر، ممكن يكون تضخيم شعبي لحالة غيبوبة عميقة، وممكن يكون في حاجة احنا لسه مش فاهمينها. انتوا ايه رأيكم؟ تفتكروا اسماعيل عزيزي راجل عنده جسم استثنائي قاوم الموت 6 مرات، ولا القصة ديت اتضخمت مع الوقت وبقت أسطورة أكبر من الحقيقة؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واحنا هنتقابل في حلقات تانية تكسر الدنيا. سلام عليكم.